فوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بعد انتصار كبير ومستحق على برشلونة بنتيجة 4-1. ونحن اليوم حقيقة بدنا نحاول نحلل مجريات المباراة بمنطقية من دون ندب ولطم وشطحات ما لها داعي. بس قبل ما نبدأ ضروري أذكركم بالاشتراك والإعجاب بالقناة، ويلا نبدأ. أول شيء مما لا شك فيه ولا نقاش ولا جدال إنه التشكيلة الحالية لريال مدريد أفضل فرديا وجماعيا من برشلونة ومن أي فريق تاني بأوروبا حاليا. مشكلة برشلونة أنه دخل المباراة وهو مفكر حاله ند لريال مدريد وفتح الملعب قدام رودريجو وفينيسيوس وبيلينغهام. نعم، برشلونة تاريخيا هو مدرسة الأداء الهجومي المفتوح اللي بيلعب وبيخلي خصمه يلعب، ولكن حتى تلعب بهيك طريقة بدك نوعية لاعبين غير موجودين في برشلونة حاليا. أصلا بأوروبا كلها حاليا ما في غير مانشستر سيتي ممكن يلعب بأداء مفتوح أمام ريال مدريد بالوقت الحالي. نعم، الفرق الكبيرة مثل برشلونة عندها مدرسة لعب خاصة وتاريخ ومنهجية أداء وهذا كله على راسنا من فوق، ولكن مو عيب أبدا إنك تلعب مدافع إذا كانت الفوارق بينك وبين المنافس كبيرة. خطأ تشافي إنه ما لعب حسب إمكانيات فريقه وفتح اللعب بطريقة بخليك تشعر إنه فينيسيوس كان عم يتسلى، ما كان عم يلعب، عم يخترق مرتاح ويراوغ مرتاح ويسدد مرتاح من دون أي رقابة. بينما ريال مدريد كان كالعادة رغم إمكانياته الهائلة إلا أنه كان كالعادة محترم خصمه ومركز دفاعيا بشكل جيد، وخط الوسط عم يؤدي دوره الدفاعي بشكل ممتاز. فالفيردي وكروس ضبطوا إيقاع المباراة بشكل أكثر من رائع وكانوا عم يقدروا يشلوا فعالية خط وسط برشلونة تماما. حقيقة واضحة مشكلة برشلونة بلاعب المحور والربط بين الدفاع والوسط بنص الملعب، بالإضافة ضعف مركز الهجوم وصناعة اللعب اللي حكينا عنه أكثر من مرة. إذن فوز سهل لريال مدريد بكأس السوبر، مبروك لكل المدريديين. هذا كان كل شيء لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.